ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان خلاص، الاشتراك اللي احنا مستنينه خلص، وفعلا هيبقى رابع يوم رمضان. خلاص بقى ايه، كل المسلسلات دخلت وسط الزحمه والحاجات دي. فانا في الحلقات الجايه بتاعه البودكاست هلخص لك كل الحلقات، كل 4 حلقات هعمل لك حلقه فيها تلخيص، وفي نفس الوقت هناقش من الضيف اللي طالع معايا الحلقه. مثلا نلخص النقد، ننقدها ايه الايجابيات وايه السلبيات. الحلقه دي هيبقى معايا شيكا الكاميرا مان اللي ورا. المره دي مش هيبقى ورا الكاميرا، هيبقى معايا جنب الكاميرا. يا رب يكون ضيف خفيف على قلبكم، ويا رب اكون انا كمان خفيف على قلبكم، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. سوري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الو، بقول لك لو سمحت انا عاوز اوصل لصابر المداح ضروري ضروري ضروري، بس بالله عليك بسرعه. ايوه بص، انا ساكن في عين شمس ناحيه شارع احمد عرابي كده. قول له النبي انا قدامي 5 دقايق ولازم يجي لي دلوقتي ضروري. ماشي سلام. وانت كنت طالب صابر المداح؟ أيوة أنا ايوه انا اهو. حضرتك كنت طالب صابر المداح الحقيقي، يعني فيزيكال صابر المداح الحقيقي، مش طالب صابر المداح من موقع فتكات. أنا صابر المداح بقول. اتكلم بقى على حوار المداح، الملخص بتاع الحلقات من حلقه 1 لحلقه 4. وهو العيله الطبيعيه بتاعت المداح، اللي هو وامه ورحاب مراته اللي بيقوم بيها هبه مجدي، وحسن اخوه. بيتضاف بقى شخصيه جديده ضمنهم، مش تبع العيله بس قريبه من العيله، اللي هي الدكتور سميح اللي هو بيقوم بيها فتحي عبد الوهاب. في حوار بقى اللي هو ايه، في واحد جالهم وهو بيمدح النبي عليه الصلاه والسلام. في اول الحلقه قال له اللي في عنده بيت في اسوان، فمحتاج اللي هو يجي عشان بيسمعوا صوت عيله صغيره بتعيط وبتاع. فالمهم راح البيت ده، ودكتور سميح راح مع صابر، ولكن صابر طلع ده كله في الاخر ده فخ اصلا. والعلامه اللي كانت في ايديه الموسم اللي فات فتح بيها بوابه لواحد اسمه صخر ده اللي بيقوم بدوره اللي هو الممثل دياب. يبقى هو كده اكتشف ان سميح ده مش داعيه زي ما هم فاهمهم وبيدرس الدين والكلام ده، هو في الاخر شيطان. وطلع هو اصلا بيقوم بدور قزح اللي هو كان بيعمله ماجد المصري. بس ماجد المصري اعتذر، وهي حركه يعني غريبه بصراحه. أنا عندي بس مشكلة في حتة إن هو هو ما خرجش برضو صابر بره نطاق تلبيس حد من العيلة. يعني برضو اللي هو عارف أنت الحتة اللي هو إيه، يعني يا مراته يا أخوه، يا مراته يا أخوه، يا مراته يا أخوه. فهي دي نقطه مضايقاني قوي يعني كان نفسي أشوف حد تاني، ولكن فتحي أبو وهاب، يعني أستاذ فتحي أبو وهاب سوري، عامل دور بصراحة يعني انا لبسنا كل لا بعيدا عن حوار اللبس ده، انا بس بشوفه وهو بيمثل بعينيه. هو في مشاهد ما اتكلمش فيها، هو طالع بعينيه بس بيمثل. انا بجد مستغرب اللي هو قيمه زي ده بجد. لا انا مش عارف شغل الجرافيك متعوب عليه، بس في مشاهد ومشاهد. انا بصراحه يعني معلش تعليق، معلش انا قاطعتك، بس انا عندي تعليق بصراحه في حوار اللي بيعمل الماسكات والكلام ده. يا جدعان هو بقاله 4 مواسم نفس الشخص او نفس الشركه، ما فكروش يغيروه. ومش قصدي حاجه والله، قصدي اللي بجد يعني انت شفت مثلا دياب، انت مطلع لي تخوفني بدياب وهو عليه برتقاني، ما معلش انا هضحك. هو طبيعي، انت طبيعي انت بتتفرج مثلا، فهو طالع دياب طالع بيضحك. انت لو شفت السوشيال ميديا كلها بتقول لك المشهد بالنسبه لهم كان كوميدي. خلينا متفقين ان في مشاهد الجرافيك فيها باين كحلو، يعني مثلا المشهد اللي هي كان العلامه اللي في ايد صابر هو يطلع النور دي، من المشاهد اللي انا اتبسطت بيها ان احنا وصلنا للمرحله دي حته يعني حتى في حته الجرافيك صح، اللي هو اللي هي بان واقعيه اكتر بصراحه. الجزء الرابع متعوب عليه كتير، متعوب عليه في حته اللوكيشن، التصوير، الكادرات، كل الكلام ده كله عاجبني اكتر. برضو فكره يعني كانت هتبقى الطف لو خرجنا بره نطاق العيله. بعد كده بقى لما صابر المداح بيتاكد ان سميح ده مش انسان او مش شخص كويس، بيبتدي اللي هو يفهم عيلته بقى، امه واخته واهل البلد، اللي ده شيطان، وبيحاول اللي هو يوقعه في الفتنه زي ما وقعه. لكن كلهم طبعا مغيبين، لان هو الراجل يعني طالع قدامهم بيدي دروس دين وبيديهم نصايح في الدين. فهو من اقوى الجن اللي ظهر لصابر المداح، لانه بيتكلم وبيخش المسجد كمان. في مشهد ليه كان في المسجد، فده مش اي جن بيعرف يعمله. في ناس اتكلمت في الحوار ده اللي بيقول لك اللي هم دكتور سميح ده طالع بدور المسيح الدجال. بيقول لك بقى اللي هو عشان قدر يتحكم في المناخ في المشهد اللي هو فيه دخان، فيه قصدي تراب كتير وعاصفه جت، هو اللي كانوا عاملها. وبيقول لك مش عارف حوار التكنولوجيا وحوار اللي هو بيقدر يسيطر ينيمه والكلام ده. في ناس بتقول لك اللي دي
اشاره للمسيح الدجال وهم بيطلعوه في المسلسل، بس انا شايف ان هي مالهاش علاقه. ملهاش علاقه لان اصلا كده كده تقريبا هو يعني الدور بعيد خالص. هو بيقول ان هو مسيح الدجال، بس انا من وجهه نظري انا شايف ان الدور بعيد خالص عن المسيح الدجال خالص. بالظبط. فانا يعني لا، انا متفائل خير بالجزء ده، وان شاء الله اتمنى ان يعني السلسله دي ما تتنهيش لخامس وسادس وسابع وثامن وعاشر كمان، لان انا بحب حماده هلال وبحب القائمين على العمل كله. وبصراحه يعني لا، عمل يحترم. بعد الاحداث دي كلها دكتور سمير بقى بيخش عيشه، او نقول قزح بقى مش دكتور سمير، بيخش العيشه اللي هي اخت صابر في الرضاعه، وبيخليها يعني او بيسحر لها، فبتقتل بنتها وبتاكلها يعني في مشهد ده. وعلى فكره هم انا حاسس هم كانوا بيرموا على القصه الحقيقيه اللي حصلت في الغربيه من كام شهر، حصلت نفس القصه دي اللي هي برضه قتلت بنتها وكلتها، فحس هم بيرموا على الموضوع ده. المهم اللي بعد ما بيخليها تقتل بنتها ودولها فبيتقبض عليها وهم مش فاهمين هي مريضه ولا ايه. وطبعا صابر المداح مش قادر يشرح لهم، لان هو هيشرح لهم ايه؟ مش هيعرف يجيبها لهم، لان هم كشفوا على يعني عقلها وكده، واللي هو اللي عقلها سليم. فالمهم اللي هي لما بتتسجن دكتور سمير بقى بيتهيأ في هيئه اللي هو العسكري اللي واقف عليها بره، وبيدخل لها كوفيه او حاجه، فبتشنق نفسها وبتموت نفسها في السجن. اقول لك ايه يا اسطى، انت عارف بجد اكتر حاجه عجباني في يعني اكتر حاجه علقت معايا في مسلسل العتاوله في المشهد بتاع مصطفى هو سريع. ايوه اهو يا اسطى تعالى بيتكسر حلال اهو، بيتكسر حلال يا اسطى، تعالى عمال تشد يا عم يلا نخش. ايه بقى الاحسن حجر بالنسبه لنا يعني، او بالنسبه لنا من الحجر؟ ايه ده انت احسن ولع، ده انت الحجر ده ولع اقسم بالله. العتاوله. تعالوا اقول لكم ملخص بتاع ال4 حلقات اللي هم نزلوا لحد دلوقتي، عشان بعد كده بعد ما نقول الملخص اللي عاوز بقى يخرج من الفيديو يخرج، اللي عاوز يسمع راينا بقى عشان في ناس اصلا فاهم اللي هو انجز بطل رايح يقول لي. بيبتدي اللي فيه اخين عادي، واحد اسمه نصار اللي هو احمد السقا، وواحد اسمه خضر اللي هو طارق لطفي. دول الاثنين اللي هو مش كويسين، اللي هو كده بيسرقوا عادي. في بقى 2 فيلن، محمد نجاتي بدور واحد اسمه الدخاخني، وباسم سمرة بدور عيسى الوزان. المهم اللي الدخاخني ده بيطلب من العتاوله اللي هم يسرقوا الخزنه بتاعت عيسى الوزان ويجيبوا له كل حاجه جواها. فاحمد السقا طالع بدور اللي هو فتح خزن، بيعرف يفتح الخزن الانجليزي كلها اللي محدش في البلد بيعرف يفتحها غيره، فيعني حاجه فانتازيا وكده. بجد يعني حاجه استفزتني. بس كان حلو بصراحه، حلو التجديد يعني. انا يعني السقا في المواضيع دي ده. لا انا حبيت السقا في الصراحه ده بصراحه. فالمهم اللي هم بيروحوا وبيفتح الخزنه وبيقابل بقى زينه جوه. زينه بقى كانت ايه اللي جابها هناك؟ شفت لها وهي في المطبخ. جوز امها هو شغال عند عيسى الوزان فهو كان طلب من امها اللي هي تبعتها عشان يديها فلوس وبتاع، فحاول يتحرش بيها، فهي قتلته من غير قصدها. فبالصدفه قابلت احمد السقا هناك وحبها بقى من اول نظره، والشغل طبعا بتاع كل المسلسلات. فبس هو سرق الخزنه كلها، ولكن خبى حته اثار من ورا اخوه خضر وما رضاش يقول له اللي كان جوه. علامات استفهام برضو كبيره ان هو ليه يعمل حركه زي كده، مع ان هم يعني باين لك في الاول المسلسل ان هو خضر كده. يعني انا بصراحه حركه فعلا وقفتني قوي، اللي هو عارف برضو مش عارف تفسيرها ايه. فالمهم اللي اتدخخني بيهدد بقى خضر اخوه اللي هو طارق لطفي، بيقول له حته الاثار في حته ناقصه لو ما جابلوش هيروح يوجب في فرح اختهم بقى بطريقته. فما بيجيبوش الحته، واحمد السقا ما بيعمل فعلا واجب يعني. بقى فالدخخني ده بعت رجالته وخطفوا اخته من الفرح وجوزها. ولكن المشهد كان حلو قوي بصراحه، اللي هو على الشط والالعاب الناريه عماله تضرب في الجو، هو بيجيب لك الكادر من وراهم. الفرح، كادر الفرح عموما ومشهد المرح عموما لا حلو. بيروحوا طبعا يعني بعد نص ساعه كان معتاد هيروحوا يدشملوا الدخخني ده اللي هو بقى الابطال وكده، بيروحوا يعملوا عليه نمره وبيرجعوا اختهم وجوزها، وبياخدوا الدخخني نفسه يخطفوه ويروحوا يعملوا بيه نمره في الحاره وبيطلعوه يربطوه في بيتهم ويعملوا عليه نمره كبيره قوي بحقه. نمره كبيره قوي، بس هو خد بالك يعني في ناس فسرتها ان هم ايه يبينوا لعيسى الوزان ان مش احنا اللي سرقنا الخزنه. بالظبط. اول لازمه هياخدوا لازمتين جامده قوي. اول لازمه اللي هو يلا بينا فاهم، دي اول لازمه. تاني لازمه اللي هو باي من غير سلام، وروفور من غير سلام. لا حاجه دي جامده. باسم سمرة بيعرف يحط نفسه في المكان الصح بصراحه يعني. فمع وجود باسم سمرة واحمد السقا وطارق لطفي الثلاثه معلقين على بعض. معلقين المشهد اللي بيجمعهم هم الثلاثه
بالظبط. بيبقى كانك جبت حلبة مصارعه ومنزل فيها 3 مصارعين، الثلاثه بيتنافسوا مين اللي يعلي على الثاني في الاخر. انا بصراحه يعني فريده سيف النصر بالنسبه لي هي اكتر واحده في البطوله النسائيه انكاست في الموضوع ده. بس انا عندي تعليق بجد اللي في ممثلات يعني مش عارف، او بمعنى صح في مشاهد ما ينفعش اللي هو في رمضان اللي هو على في هدى الاتربي يعني بجد يعني مش عارف فاهم. بص هي الفكره كلها في نقطه ايه، هي برضو المخرج عايز يعمل ايه حلو كده. هو الدور لايق، دور لايق عليه بس لا خد بالك ان هم بيقفوا عليها اصلا برفورف مسمينها دينا رفارف. تكمله الملخص عشان احنا بعيدنا عن الملخص شويه. اللي احمد السقا بيفضل يدور على زينه لحد ما بيلاقيها، هي اسمها حنه في المسلسل، لحد ما بيلاقيها فبيروح لها البيت بقى وبيعترف لها بحبه، وهي برضه بتقول له اللي هي كانت بتدور عليه وبتحبه ومش عارف ايه. فخضر اللي هو طارق لطفي يعني بيفهم من القصه دي ايه، اللي هو الحته بتاعت الاثار اللي هو سرقها منه شايلها مع حنه دي ومبكرينها مع بعض، عاوزين ياخدوا الاسلحه مع بعض. فراح لها البيت بقى وكسر عليها الباب وضربها وهددها وبتاع. فهنا بقى بتروح تحكي اللي حصل لها ده لنصار، وبيعرف اللي عمل كده ده وبيروح بقى تاني اول صراع. ما هيكون في خلافات ما بينهم انا بقى لسه بقول لك ده اول صراع ما بينهم، اللي كده هيبقى في عداوه في نص في المسلسل، طبيعي يبقى في عداوه بينهم. راهن على كام برضه ان هو يتجوز مايكا الساف في الاخر. لا ما اعتقدش هيتجوزها في الاخر. رهان اللي هو هيتجوز مايكا الساب هيتجوز عشان هو بيحبها اصلا. وهو لا هو مش بيحبها، هو بياكل بعقلها حلاوه كده الله. ما انا عارف، بس انا يعني عندي رهان كده صغير ان هو ممكن يتجوزها. بالظبط. بس اهم حاجه ان هم ما يبقوش ماشيين كده وفجاه يجوا مثلا في حلقه تامنه تلاقي نازلين كده. فلا نتمنى فعلا ان هم يكملوا على كده ونشوف مسلسل يليق بينا وبالجمهور المصري كله. بقول لك ايه يا اسطى، شفت الحوار اللمبه لما شمينا ريحه شياط؟ انا قلت والله هتبوظ، احنا دافعين فيها بتاع 100 وحاجه. عيب عليك. ايه المال الحلال اهو، البودكاست بتاعنا اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. بقول لك ايه المسلسل الجاي ايه؟ حشاشين. ايوه كده نظبط الشغل بقى. ايه يا اسطى ده انت عامل ايه راسط عليا؟ اقفل يا اسطى بوظت هم الانفيفت. يلا يا اسطى نبدا في المسلسل. مسلسل الحشاشين في ناس اتلخبطت كتير قوي لان فيها شخصيات كتير، فيها اماكن كتير، في حاجات كتير قوي في اول حلقتين، فالناس تاهت. فانا دلوقتي اقول لك على حلين مالهمش تاني. اول حل انك تتفرج على الحلقه بتاعت الدحيح اللي هو عاملها الحشاشين، وده بجد فعلا شارح فيها حاجات جميله قوي، فاحنا بنحب الدحيح فعلا. يعني احنا محتاجين هو اللي يثبت مش تاني حل هو انت تسمع اللي احنا هنقوله دلوقتي. اخوك زيزو واخوك شيكا هيعملوا لك الملخص وهنحاول نشرح لك بقدر الامكان وهنبسط المعلومات. فنبدا الاول بمرحله الطفوله من اول حلقه. حسن الصباح طفل صغير كان عاجبني برضو فكره ان هو ايه بيبص يعني بيبص بعين الاطفال اللي هم زيه، بيعرف تفاصيل او بيعرف اللي هم اصلا بيعرف لما بيبص كان بيعرف اسرارهم. فدايما كانت ليه دايما قاعد لوحده ودايما ما بيلعبش مع الاطفال اللي هم جنبه او في سنه. وده برضو كان سبب كبير قوي ان الاطفال تبقى عارفه تضربه او عارفه تقتله، ان هو عارف اسرار كلهم، عارف ده سرق، ده نهب، ده مش عارف ايه، ده عمل، ده ضحك على كذا، ده خد عيش، ده خد مش عارف ايه. فكان الدنيا دي كلها هي معاه برضو لمجرد ان هو بيبص كده في العين. فكان بالنسبه لي يوم بدايه حلوه. حتى والده كان من الموضوع ده كان خايف عليه، بس دايما اللي كانت في ظهره قوي واللي كانت بتحمسه قوي كانت سيشتو. انا في تغذيه بصريه يعني المسلسل لو هيتكلموا فيه، يعني لو مفيش كلام في المسلسل ده كده تمثيل صامت زي تشارلي شابلن. فانت بجد انت تغذيه بصريه كبيره قوي في المسلسل، وكادرات واماكن تصوير وغابات وحاجات طبيعيه بجد جامده قوي. يعني ننتقل بقى لمرحله الشباب. لما هو بيوصل لمرحله الشباب قبل ما كريم عبد العزيز هو اللي يمثل الدور، بيبقى ليه 2 صحاب، عمر الخيام اللي هو لما يكبر هيجسده الاستاذ نيكولا معوض، وابو علي الطوسي او نظام الملك اللي بيجسده فتحي عبد الوهاب لما يكبر. بياخدوا عهد على نفسهم او بيعملوا وعد مع نفسهم اللي هو لما يكبروا اي حد فيهم يوصل للفهم او للقمه يسحب ال2 صحابه معاه. لما بيكبروا بقى بيبقى نيكولا معوض اللي هو عمر الخيام بيبقى فيلسوف وعالم وشاعر، يعني ما بيوصلش لحاجه في الحب. كريم عبد العزيز بيبقى شخص عادي نفسه، هو يعني ما وصلش لاي حاجه. اللي وصل فيهم بقى هو نظام الملك فتحي عبد الوهاب، كان الوزير الاعلى للدوله بتاعت السلاجقه اللي هي كانت
الدوله دي ساعتها كانت هي المسيطره بس يعني يعني هي كانت. والفتره دي اصلا بتاعت اللي هو ملك شاه دي كانت فتره يعني اكتر فتره الحكم فيها كان قوي فيها متمازق. بقى الا المهم اللي هو بيبتدي كريم عبد العزيز بيشوف زايد بن سيحون اللي هو احمد عيد، اللي انا مبسوط قوي قوي بجد من الدور بتاعه ومن عامل دور حلو. عامل دور حلو وكام باك لذيذه قوي للموضوع، وخصوصا ان هو برضو يعني انت بتتكلم يعني هو وكريم عبد العزيز بالظبط. عارف انت في وعلى فكره 3/4 مشاهدهم مع بعض. وعارف انت اللي هو كيميا لطيفه كده، انا ممكن اتفرج عليها. فهو بيطلب بقى من زايد بن سيحون ده اللي هو وديه لابن العطاش اللي هو الكبير او البيج بوس بتاع الدعوه الفاطميه، وهو بقى ايه اللي موزع الناس او موزع البنود بتوعه اللي هم ينشروا الدعوه بتاعه الوطنيين دي. فبياخد اول مهمه ليه اللي هو يروح لمصر للخليفه اللي هناك اللي هو المستنصر بالله عشان يعرض عليه الدعوه دي. هناك بيكون الوزير بتاع الدوله الفاطميه اللي هو بدر الدين الجمالي اللي بيقوم بيه الممثل محمد سليمان. فهو الوزير بدر الدين الجمالي ده كان بيكره حسن الصباح جدا. سجنه اصلا اول ما راح مصر وقعد كذا مره بيسجنه. يعني هو في المسلسل سجنه مره واحده الحقيقه. قولي ليه بقى؟ عشان هو ادرى واحد بالباطنيين هم مين. وكريم عبد العزيز طبعا من قتلنا فيه من الباطنيين ما شاشين فيها. كانش عاوز يقابل الخليفه، كانش عايز يقابل الخليفه لان هو اصلا كده هو ادرى واحد بيهم، هو عارف هو بيتعامل مع مين. بس عدت عليه صغير. ليه الحلقه الوقت بتاعها قليل قوي 40 دقيقه وانت انت عامل 30 حلقه. انت ممكن تعمل 15 حلقه بس مثلا الحلقه تكون ساعه ونص. يعني انت عندك المسلسلات التركيه زي ناضل السراجيكا وقيامة عثمان وارتقال والكلام ده حلقه 2.5 ساعة. انا مبسوط ان الدراما المصريه عملت حاجه زي كده، كنا مفتقدينها بقالنا كتير بصراحه. دي حقيقه. بالكواليتي ده وبالشغل ده وبالتعب ده. استاذ بيتر ميمي طبعا في حته تانية خالص. اتمنى ان شاء الله الاحداث الريتم بتاعها يبتدي يبقى سريع شويه الحلقات اللي قدام عشان نشوف فعلا واحد من اقوى المسلسلات في تاريخ الدراما المصريه. مسلسل مسار اجباري. اقول لكم الملخص بتاع اول حلقتين بسرعه كده قلنا للمشاهدين. يلا بينا. اول حلقتين هو عباره عن اخين، واحد اسمه علي وده الاخ الكبير اللي هو عصام عمر، وواحد اسمه حسين اللي هو احمد داش. الاثنين اصلا ما يعرفوش اللي هم اخوات وما يعرفوش اللي هم عيله، فكل واحد في حياته كل واحد بطبقه اجتماعيه معينه. المهم اللي بيحصل جريمه قتل لشابه. في الاول ان المشاهدين او وانا برضو كنت من ضمنهم اللي احنا مش عارفين ايه علاقه جريمه القتل دي بالاحداث. فالمهم اللي بيحصل ان محمود البزاوي عامل دور ابوهم بيخش المستشفى، فبالصدفه بيكلموا الاثنين احمد داش وعصام عمر. فالاثنين جم عنده المستشفى واتقابلوا واعترف لهم بقى اللي هو متجوز اثنين اللي هو ام احمد داش وام عصام عمر، وهما الاثنين اخوات وبتاع. فطبعا اتصدموا صدمه كبيره، بس طلب منهم اللي هم ما يعرفوش امهاتهم. فيتقابلوا هما الاثنين الامهاتين يتقابلوا عنده في الاوضه ويعرفوا اللي هو مين جوزهم هما الاثنين، وكان معيشهم في كدبه كبيره اللي هو مش عارف دي مفهمه اللي هو شغال في البترول، ودي مفهمه اللي هو عنده ارض زراعيه بيروح يقضي فيها اسبوع واسبوعين عشان يوفق في البيتين. فبس فالاثنين بيسيبوه، فبيضطر اللي هو يقول لعياله الاثنين الا يعني اللي هو عاوز يعمله او المصيبه اللي هو عملها. هو كان شغال طبيب شرعي. فجريمه القتل بقى اللي حصلت في الحلقه الاولى دي كانت ايه؟ هو كان واحد اللي عاملها، فهم كانوا عاوزين يطلعوه براءه ويلبسوها لواحد تاني. فالمظلوم ده الشاب المظلوم اللي هو كان مسجون خدوا شعرايه منه وادوها لمحمود البزاوي اللي هو طبيب شرعي، فحطها تحت ضوافر الضحيه. فطبعا عمل تقرير اللي فيه شعرايه من شعره تحت الضوافر بتاعتها، فهو ده القاتل. فكده واحد لبس اعدام. فهو كده قال لهم اللي هو مستني يخرج من المستشفى عشان يروح على النيابه، وهو معاه دليل يقدر يبرئ بيه الشخص ده. ففي واحد جاسوس كان تبع المحامي سايبينه في المستشفى، فسمع الموضوع ده تمام. فهو راح قال للمحامي وكده وقال له اللي هو يتخلص عليه. ففي اخر الحلقه دخل المستشفى وقال له احنا عاوزين الدليل وبتاع، فرفض اللي هو يقول له عن كان الدليل، قام كاتم نفسه وموته. عجبني دور احمد داش في اكتر يعني من ساعه ما ابتديت اتفرج عليه كان في فيلم كازابلانكا مع امير كرارة اللي هو الصغير كباريه بقى وغني غني وبتاع والكلام ده كله. وهو كده اصلا كان شاب بيمثل مثلا ايه، يقول ان تلت الشباب اللي هم كانوا ايه اللي هو في الحياه، فهو بيمثل دور حي فعلا. فكان عاجبني اكتر في الموضوع ده. بعد كده بقى تعال نخش على جعفر العمدة والدور الشاب الشقيان اللي هو في سن صغير اللي راكب عربيه بقى وبتاع وعنده مصنع مش عارف ايه. لا عنده شركه عربيات وورشه ميكانيكا ومعاه علينا ومعاه فلوس وبيصرف على امه وكذا وكذا وكذا. انا مبسوط اكتر بصراحه عصام عمر. هو عصام فعلا عنده قبول بس ما شاء الله بجد قبوله عالي. فكره اللي انت يعني ما طلعتش بطوله على طول يعني فاهم، بس اللي هو ايه انت جبت هو عصام عمر جابها من قوي سكنشات بقى وافلام قصيره ومش عارف ايه. بعد كده بدا
فجاه قام ربنا كرمه بدور بالطو مخرج او مخرج ومؤلف، يعني كان اول تجربه ليهم واول تجربه بطوله لعصام عمر. اتمنى الاحداث الجايه يبقى الريتم بتاعها سريع وما يحصلش يعني وهو في بعض الاحداث او تحس حاجه غير واقعيه، وان شاء الله المسلسل يعني يعجبنا لحد الاخر باذن الله. هو بس كده. قلت لي المسلسل الجاي ايه؟ واحد الواحد حق عرب. يا لهوي على الحكم والامثال اللي هتتقال في المسلسل ده. حجر معسل، حجر تقيل بصراحه، ممنوعات. شكله حلو. نرسلك حجر تشكر ما نتحرمش. ايش تعالى. وانا بعمل كده ليه؟ بقول لك المسلسل ده ملخص اول حلقتين كده. بيبدا بيعمل فلاش باك، وبصراحه انا اكلت ضحك لما عمل فلاش باك الفلاتر بتاعت فيس اب اللي كانوا عاملين على وشين الممثلين، على وفاء عامر وعلى رياض الخولي. بجد انا كنت ميت ضحك، بالذات الاستاذ سامح عثمان. انا مت ضحك بالفلتر بتاع فيس اب اللي هم عاملينه عشان يصغرون. رياض الخولي ده بيبقى بقى الكبير بتاع سوق الخشب والحاجات دي، هو اللي بيحدد سعر السوق والكلام ده. بيحصل هو بقى اسمه المعلم عبد الرب. دايما شاف رؤيه، بيشوف رؤيه كذا مره، اللي هو في تعبان بيطلع له وفي بيضه جنب التعبان ده، فهو بيمد ايده عشان ياخد البيضه، فالبيضه دي بيطلع منها تعبان صغير، وبيفضل يلف حوالين التعبان الكبير ده لحد ما يخنقه ويموت. فسافر لواحد ليه بقى في الدجل والحوار ده اسمه فهيم في الشرقيه، فقال له ايه؟ قال له انت كده ابنك هيموتك. فمراته كانت حامل اللي هي وفاء عامر، فقال لها ان هي لو خلفت واد هيموتوه، هو اللي هيموت. فالصدفه اللي هم ايه خلفوا بنت، فقام عبد ربه مولع في المحل بتاعه، فهو ابو عرب السورك راح يطفي، فالنار مسكت فيه فمات. فكده بالنسبه لهم اللي قتل ابو عرب السوركي هو المعلم عبد الرب. لما بيطلع بقى بالاحداث اللي هو الحاضر بدل الماضي، بيطلع بقى للحاضر، فبيلاقي اللي عرب السوركي اللي هو احمد العوضي بقى شغال مع عبد ربه اللي هو المفروض قتل ابوه. فبديهيا كده مين اللي هيموته بالرؤيه؟ اللي هو بقى ابنه اللي هيموته والتعبان مش عارف ايه، عرب السوركي. ده دي بديهيات دي بديهيات. احمد العوضي معودنا اللي هو كل مسلسل بيعمل كاركتر جامد، يعني مثلا في اللي ملوش كبير كاركتر الخديوي، في ضرب نار الكاركتر الصعيدي اللي كان عامله ومش عارف ايه، وفي الاختيار لما كان عامل عشماوي كان عامل له برضه كاركتر جامد. بس اسمه ايه ده، ايه الموسم ده هو طالع بدور احمد العوضي ذكي بجد، يعني ليفل الوحش. وقال لك ايه، هو بيعملها طبعا حاجه لله، هو مش بيعملها كده بس، حوار اللي هو يقول لك في 1.5 مليون جنيه هيتوزعوا، يعني كل يوم هينزل سؤال بعد الحلقه حدث في الحلقه معين ويسال الناس فيه، ويختار كل يوم 5 فايزين، كل يوم واحد ب 10,000 جنيه. فيمكن الدور اللي سمع معاه هو دور عشماوي. يعني الدور ده بصراحه يعني لا بالعكس، اللي سمع معلم ملوش كبير الخديوي ده حقق. لا اتكلم على البدايه، اتكلم على البدايه ان هو السقف البدايه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم نطلع نقول، لكن كده الخديوي كده عمل دور حلو. دي حقيقه، واللي فالسن برضه كان حلو. هو في الفينال بتاعت تاني حلقه الراجل اللي دخل ده من ضمن ملخص الاحداث. في راجل مجهول، يعني احنا ما عرفناش هو مين. عرض عليه فلوس كتير قوي وقال له ده نص المبلغ، ولما جيب لنا راس عبد ربه المعلم عبد ربه هنديك المبلغ زي المبلغ ده تاني. اتمنى المسلسل يكمل على رتم عالي واحداث عاليه، وفعلا محقق نجاح شعبي كبير، وهيحقق في الاخر هو واخد الترند فعلا فتره. فبجد احنا مبسوطين ان المسلسل يعني محقق نجاح، وان شاء الله الاحداث تكمل احسن من كده ونشوف مسلسل قوي. وبس كده. مسلسل اشغال شقه بقى هو المسلسل الجاي، وتعالى اقول لك على ملخص اول 4 حلقات عشان لو عاوز تتفرج على ال5 على طول ما تكونش مضطر ان انت تتفرج على ال4 اللي قبلهم. بيبدا كده الحاجه بسيطه قوي، بيكون هشام ماجد بدور طبيب شرعي، وبيكون المساعد بتاعه هو مصطفى غريب بجد. بيكون اسماء جلال مراته، وبيكون بقى الحموات ام هشام ماجد اللي هي الفنانه شيرين، وام اسماء جلال اللي هي الاستاذه سلمى محمد علي. الاثنين ممثلين الحموات بطريقه جامده قوي بصراحه، هم في القصه فعلا. فالمهم اللي ملخص حاجه، هم بعد ما بيرزقوا ب2 توأم، فاسماء جلال بتقول له اللي هي مش هتبقى قادره اللي هو طول ما هو في الشغل تعمل بقى الشغل بتاع البيت واللي هي تربيهم، وفي نفس الوقت ان هو في بدايه الولاده بيبقى الموضوع صعب. فبتقول له اللي احنا لازم نجيب شغاله او لازم نجيب واحده تساعدنا في التربيه. بس خد بالك اسماء جلال بتتعامل مع 20، عارف انت لو طب مش طياره ماشي. ما هو فعلا هم عاملين كده، يعني سلمى محمد علي مش بتطيق شيرين ده في المسلسل، مش قصدي الحقيقه مش بتطيقها، وشيرين في الدور ده ولا بتطيق اسماء جلال ولا بتطيق امها، لان هي ما كانتش عاوزه الجوازه دي تتم اصلا. المشهد اللي كان جايب لها مغير دي بقى حاجه
فاهم. المهم اللي بيجيبوا اول واحده وهي انتصار عملت دور جامد قوي بصراحه. مشكلتها في كشغاله في المسلسل اللي هي على طول بتتكلم في التليفون. فاهم، على طول بتكلم بنتها وبتهزق جوز بنتها اللي هو محمود ده. فاللي هو اللقطه لما بتنفجر لما قال له انت انا مستنيك من بدري يا محمود. فالمهم الانتصار بيبقى ليه عيوب كتير، اللي هي بتتكلم في التليفون مش مركزه تماما، بيطلبوا منها حاجه فبيجيبوا لهم حاجات تانية بسبب اللي هي تركيزها كله في التليفون. ففي الاخر في السبوع بتاع اولادهم انتصار من كتر ما هي مش مركزه حطت صينيه نحاس في الميكروويف، فحصل ماس كهربي فجر البيت كله. دي كده قصه اول شغاله. الشغاله التانية بقى هي مين؟ الممثله ايمان. انا بصراحه انا بحبها في اي دور بتعمل. هي حلوه بصراحه. هي رايقه. مميزاتها ايه بقى؟ اللي هي كانت بتعمل اكل صعب اي حد يقاوم. اي حد يعني اي حد بيشم اكلها وبيدوق. يعني اسماء جلال كانت طالعه في المسلسل اللي هي مذيعه ولازم اكلها كله يبقى صحي وهيلسي ومش عارف ايه وخضار وكده، وبرضه نفس الكلام كان هشام ماجد اللي هم بقى عيله هيلسي وكده. لما دقت اكلها ما قدرتش تقاوم، وبعد كده بقت ال 24 ساعه قاعده طول المسلسل بتاكل بس، تاكل لحد اما تخنت بس. ده كده ملخص، لان هو انا مش هقول لك ملخص بالتفصيل لان ده مسلسل كوميدي اجتماعي، فانا بقول لك بس اللي هي النقط الفارقه، مش هقول لك حاجه كتير قوي. نيجي بقى لراينا، نيجي للتحليل بقى. مسلسل حلو. اسماء جلال كويسه فيه قوي بصراحه، انا بحبها يعني على المستوى الشخصي انا بحبها قوي. طبعا مش حد يا باشا اسماء جلال، بس حاجه على بعض. الفنانه برضو الفنانه شيرين برضو واستاذ سلوى محمد. فعارف انت برضو اللي هو كلمه الحموات قوي. فاهم يعني كليشيه، ده كليشيه كل حاجه، كليشيه الحموات اللي مش طايقين بعض اللي كده، وده مش هيعمل كده. انت في المقام الاول المسلسل مش كوميدي، هو مش كوميدي اجتماعي، فيه هزل سيكا يعني، في لقطات كده هزل، يعني في حاجات هي بتحصل عندهم ما بتحصلش في الحياه العامه، فده اسمه ده الهزل. هشام ماجد انا كان نفسي بس في حته اللي هو ايه يورينا شويه من اللي عنده. انا عارف ان هو كده ممثل يعني لا اختلاف عليه ان هو كوميديان من احسن الكوميديانات اللي في مصر تقريبا، بس الفكره كلها برضه في نقطه ايه، انا كنت عايز اشوف منك حاجه جديده، توريني حاجه جديده. مبسوط ان الكوميديا اللي فيه كوميديا موقف مش كوميديا افيه مش سخيف، مش كوميديا مبتذله اللي هو انت بتسحب الضحك من المشاهد بالعافيه. لا هو بيتعامل موقف كده يعني هو المشاهد الموقف تلقائي وانت بتضحك تلقائي. ده حقيقي. دي اكتر نوع كوميديا انا بحبها، كوميديا الموقف اللي هي بتجيب ضحك من غير ما الممثل يحزق، من غير ما يكون عاوز ياخد منك الضحكه بالعافيه، من غير ما يبتذل، من غير ما يعمل. هم عارفين، عارف انت اللي هو ايه، عارف هو بيجيب الضحكه من انهي سكه. لما خلاص بقى يعني هشام ماجد وصل بالمرحله ان هو عارف هو بيجيبك من انهي سكه. عارف انت من ايام اللي هو سيحه بيتخانق فين يا سيلا فهو من الحته دي عارف هو بيجيبك منين، فبيصدق من يزايق بصراحه. يعني دي شابوه اول لهشام ماجد انا بحب هشام ماجد. مبسوط بمصطفى غريب، مبسوط بالمسلسل. مصطفى غريب دي مظله فعلا خرج من الفرق الكبير برضه. حلو. بس اقول لك برضه على حاجه الكبير، يعني احمد مكي برضه يعتبر هو التلسكوب بتاعه. هو اللي ورانا حاجات كتير. يعني احمد مكي برضه ليه الفضل ان هو يورينا مثلا زي ثروت، زي اللي هو محمد سلام. في ناس كتير طبعا يعني فابتدى يسحبهم. فهو برضه انا برضه مش قادر اشوفه برضه غير في حته الكبير.